بس الانفاس يحط يمشي يشوط وجول جول جول. في لحظة العالم كله كان متفق إن دي أعظم بطولة في التاريخ. بعدها بكام سنة نفس البطولة بيتسأل هل هنعرف نحضرها أصلا؟ ومن قطر 2022 ونهائي بيتقال عليه إنه الأعظم في التاريخ لملفات تحقيق في المطار وعنصرية ضد اللاعبين والحكام والمصورين. فيا ترى إيه اللي حصل لكأس العالم وإزاي لعبة بتجمع الناس بقت بتبعدهم بالشكل ده؟ تفتكر ايه الحاجة المشتركة ما بين كأس العالم 2006 و2010 و2014 و2026؟ اقول لك ان كلهم غنت فيهم شاكيرا. لا يا اسطى بهزر، اكيد متعة البطولة نفسها، واللي بالمناسبة استمتاعنا بالبطولة بيجي قبل حتى انتمائنا لمنتخباتنا، وده لان كده كده منتخباتنا العربية بتطلع من دور المجموعات، ومفيش الا السعودية والجزائر هم اللي وصلوا قبل كده لدور ال16، فاكيد احنا مش بنتابع كأس العالم عشان منتخباتنا لانهم كده كده بيطلعوا من دور المجموعات. لكن بالرغم من كده إلا إن في منتخب عربي عمل إنجاز تاريخي كأول منتخب عربي وأفريقي يوصل لنصف نهائي كأس العالم اللي هو منتخب المغرب، وده حصل في أحلى وأجمد وأفجر كأس عالم في التاريخ، قطر 2022. نجاح أي بطولة كأس عالم بيعتمد على أكتر من حاجة زي التنظيم والتحكيم والمفاجآت والأهداف والنهائي والأجواء العامة اللي بيعيشها الجمهور. كل دول بقى اتجمعوا في كأس العالم قطر 22. أولا كده التنظيم كان 10/10، ومش بقول كده لأن أنا عربي والبطولة كانت في دولة عربية. لا خالص، بص كده، إيه ده؟ إيه الجمدان ده؟ من أول الافتتاحية لحد نهائي البطولة، حتى التحكيم كان 100-100. أما المفاجآت فعد معايا، السعودية كسبت الأرجنتين واللي كانت داخلة بسلسلة 36 مباراة بدون هزيمة، لكن السعودية كسرتها. أما المغرب فكسبت أسبانيا بضربات الجزاء، وكسبت البرتغال 1-0. كرواتيا كسبت البرازيل واللي كانت مرشحة بقوة إنها تاخد البطولة أصلا. حرفيا كم مفاجآت كانت غير متوقعة إطلاقا. أما بالنسبة للأهداف فموسوعة جينيس رسميا أعلنت إن دي أكتر نسخة كأس عالم في التاريخ جه فيها اجوان بعدد 172 جون. ده حتى تجربة الجمهور كانت مختلفة، من تذاكر في المتناول والمسافات قريبة والتنقل كان سهل والاجواء الاحتفالية في كل مكان، ومرحبين بكل الجنسيات والطوائف الا فئة معينة من الناس ما كانش مترحب بيهم واتمنع رفع اعلامهم تماما، وكمان اتحظر تماما بيع الخمور اثناء البطولة، وده اللي خلى منتخب المانيا يتصور الصورة دي. ساعتها قالوا علينا اننا بنمنع الحريات والكلام الفاضي ده، وفي الاخر طلعوا من دور المجموعات. المهم كل ده كوم، ونهائي البطولة كوم تاني خالص. النهائي كان ما بين فرنسا والأرجنتين، مباراة مش طبيعية، حرفيا كانت ملحمة بمعنى الكلمة. وكان ملخص سريع للملحمة دي عشان أفكرك بمتعتها: ميسي حرفيا كان بيجري على حلم عمره، ومبابي رافض يستسلم. الأرجنتين جابت 2-0 وفرنسا ولا كأنها موجودة، وفجأة امبابي يسجل هدفين ويخلي النتيجة تعادل، وفي الوقت الإضافي ميسي يرجع الأرجنتين ويخليها تتقدم 3-2، وهوب امبابي يرد بالهاتريك ويجيب الجون الثالث ليه ويخلي النتيجة 3-3، وفي الآخر الأرجنتين كسبت 4-2 ضربات جزاء. وابسط يا عم ميسي، نهائي مجنون حرفيا. يكفي أقولك إن كتير من المحللين بيقولوا عليه إن ده أعظم نهائي في تاريخ كأس العالم بدون مبالغة. لو رجعنا بالزمن لسنة 1978 وللمفارقة العجيبة هنلاقي إن البلد اللي كسبت أفضل كأس عالم في التاريخ استضافت وكسبت أسوأ كأس عالم في التاريخ، وهي نسخة الأرجنتين 1978. ساعتها الأرجنتين كانت خارجة من انقلاب عسكري بسبب أزمات اقتصادية وسياسية، والجيش مسك الحكم والبلاد دخلت في فترة قمع وعدم استقرار، وفي وسط كل ده قرروا يستضيفوا كأس العالم. ومن أول البطولة بدأت الحاجات الغريبة تحصل، زي إن في ماتش البرازيل والسويد وفي آخر لحظات الماتش كانت النتيجة 1-1. البرازيل جات لها ضربة ركنية واتلعبت الركنية، ساعتها لاعب اسمه زيكو طار في الهواء بكل قوته
وهوب برأسية جاب جون، لكن الحكم كان صفر وهو في الهوا. ايه يا عم الحكم انت بتقول ايه؟ يهديك يرضيك، انا كنت في الهوا، الكرة اتلعبت رايحة الشبكة. قال لك مفيش، الوقت كالسيف. ده غير لاعب اسمه يوهان كرويف، تقريبا كان بيلعب في منتخب هولندا. اللاعب ده قرر ما يروحش البطولة أصلا بسبب إن هو وعيلته تعرضوا لمحاولة اختطاف مسلحة في برشلونة قبل البطولة بسنة. والأغرب إن نظام المباريات نفسه كان بيخلي الأرجنتين تلعب بالليل بعد ما المنتخبات التانية تلعب، فتكون الأرجنتين عرفت كل النتائج وعرفت هي المفروض تعمل إيه وما تعملش إيه. وده اللي بيودينا الماتش البرازيل وبولندا. ساعتها البرازيل كسبت بولندا 3-1، فالأرجنتين عرفت إنها المفروض تكسب منتخب بيرو فرق 4، وده عشان تتأهل للنهائي بدل البرازيل. وقد كان بدأ الماتش بين الأرجنتين وبيرو، الشوط الأول خلص 2-0 للأرجنتين، أما الشوط الثاني فالأرجنتين جابت 4 تجوان. وهوب يا عم الحاج الدنيا تقوم ما تقعدش، اتهامات وشكوك وكلام عن اتفاقات وصفقة بين الحكومة الأرجنتينية وحكومة بيرو بخصوص معتقلين، وكلام كتير بقى عن رشاوي اتدفعت للعيبة بيرو وخصوصا الحارس بتاع المنتخب، وده لان كان ليه حسابات بنكية في الارجنتين. اي نعم مفيش حاجة اتأكدت بشكل رسمي، لكن الشك فضل عايش لحد النهاردة. ومن ساعتها اتغيرت قواعد اللعبة وبقى لازم الماتشات الحاسمة تتلعب في نفس الوقت عشان محدش يعرف هو محتاج يجيب كام جون. وفي الآخر الأرجنتين خدت الكاس، لكن فضل سؤال حوالين هل البطولة دي اتحسمت داخل الملعب وبس ولا لأ. بالرجوع للحاضر وبالتحديد لنسخة كأس العالم 2026 اللي بتقام في أمريكا، واضح كده إنها بدأت بداية غير مبشرة. أفضل حكم في أفريقيا اتمنع من الدخول، ومهاجم منتخب العراق أيمن حسين اللي تم إيقافه في مطار شيكاغو واتحقق معاه لساعات، ومصور منتخب العراق اللي اتمنع من الدخول برضه، والجماهير اللي بتشتكي من التأشيرات والإجراءات وأسعار التذاكر الخرافية والإقامة والمواصلات اللي غلوا أسعارهم بشكل خرافي. كل ده وإن كان بعض الآراء بتقول إن بسبب قوانين الفيفا اللي حملت البلد المستضيف كل تكاليف البطولة واحتفظت لنفسها بكل المكاسب، ما ينفيش إن ده هيجي على دماغ الجمهور. ده غير بقى إن إحنا كعرب مواعيد المطوشة بالنسبة لنا بصراحة حاجة زي الزفت. يعني مين يا اسطى هيقوم الساعة 4 الفجر عشان يتفرج على ماتش؟ ها؟ قول لي انت. كل ده يخلينا نسأل سؤال، هل احنا قدام نسخة تانية من أسوأ كاس عالم في التاريخ؟ ولا كل ده مجرد ضجة وبمجرد ما يتلعب الكام ماتش الجايين هننسى كل حاجة؟ مستني رأيك في التعليقات، ولو وصلت لحد هنا شكرا على المشاهدة، ما تنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفك على خير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.